أنا هنا بعد ما حمّرت العيش نزلت عليه بالرز اللي أنا عملته بتاع الشاورما، وكمان حطيت عليه الشاورما وشوية من البقدونس وشوية من صوص الطحينة. طيب هنعمل إزاي الشاورما دي؟ أنا اسمي أمنية ودي قناتي، يالّا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. هنقول بسم الله وهننزل ببصلاية صغيرة متقطعة في معلقتين من الزبدة على معلقة من الزيت، لازم زيت يا جماعة للرز علشان خاطر يكون مفلفل وطعمه حلو. وبعد كده هننزل عليهم بجزراية متقطعة صغير، كريات صغنططة كده علشان ما تاخدش وقت في التسوية. لو عندِك جزر وبسلة في الفريزر حطيهم، لو ما عندكيش يبقى تمام. أنا هنا كان عندي الجزر فريش بس البسلة كانت في الفريزر. هنضيف عليهم إيه بقى، هنستنى شوية لمّا يتبالوا كده شوية وبعدين نضيف عليهم كوباية من البسلة سواء فريش أو مفرّزة زي ما أنتِ عايزة، المتواجد عندِك، مش عايزة تضيفي خلاص it's okay براحتِك. هنقلّب الكلام ده كله مع بعضه، وهننزل عليهم بكوباية البسلة، وهندّيهم تقليبة كده وتشويحة، وهنبدأ بقى إيه نستناهم شوية لمّا تدبل سيكة، تمام. وبعد كده هنجيب بقى معلقة من بهارات الفراخ، دي لو موجودة عندِك أنا باجيبها من عند العطار جاهزة، لو ما عندكيش ممكن تضيفي يا إما ال7 بهارات تحطي منها نُص معلقة، أو تحطي مرقة دجاج فورية، في منها دلوقتي حاجة اسمها كنوز، كنوز دي مصرية حلوة جدًا برضه بتدّي نفس التيست. وكمان هنزوّد عليهم معلقة من التوم البودر ومعلقة من البصل البودر، وباعتذر عن الرغي والتفاصيل. وكمان هنحط عليهم معلقة من البابريكا، وهنقلّب الكلام ده كلّه مع بعضه، وخليكم معايا لسه في تركاية كمان للرز هتخلّيه في حتّة تانية خالص، تمام. لازم نقلّب ونشوّح الكلام ده كلّه على النار عشان يطلّع النكهة بتاعته، لإن سوري طبعًا صوتي تعبان شوية عندي برد، اعذروني. فهنقلّب بقى الكلام ده كلّه مع بعضه كويس على النار عشان يطلّع الريحة بتاعته. وبعد كده نزلت عليهم بكوبايتين من الرز المغسول مش منقوع، الرز البسمتي بس هو اللي بيتنقع، لكن الرز المصري بيتغسل فقط. ولازم نضيف عليه مَيّة سخنة علشان خاطر تعادل درجة حرارة الحلة، ما يبقاش ده بارد وده بارد والاتنين باردين يقوموا يعجنوا، لأ بتضيفي عليهم مَيّة سخنة. إيه التركة بقى يا ست الكل، هنحط بقى هنا معلقة من بودرة الزعفران ودي رخيصة مش غالية، بودرة الزعفران مش الزعفران نفسه. وهنقلّبها كويس جدًا وندّيها تشويحة كده مع الرز، وبعدين نبدأ نحط المَيّة السخنة والملح، تمام. هنا أنا بقى كنت عاملة إيه، شاورمة الفراخ يعني فراخ، يعني الفراخ دي معمولة إزاي، الفراخ بقى أنا كنت مقطّعاها، هنقلّب الرز كده كويس وخلاص، والمَيّة تكون فوق منّه يعني حوالي عُقلة، وهنغطّيه، هنملّحه ونغطّيه. الفراخ بقى عشان أنا هنا المقطع بتاع الفراخ مش طويل، فهابدأ من هنا من دلوقتي. هنجيب الفراخ ونقطّعها صغيّر، شرايح صغيّرة، أنا هنا كان عندي صدور قطّعتها صغيّر وحطيتها في كوباية من اللبن، وحطيت عليهم معلقة من الفلفل الأسود، ومعلقة من البابريكا، ومعلقة من التوم البودر، وكمان معلقة من البصل البودر، وقلّبتهم كلّهم وحطيت عليهم معلقتين كبار من الصويا صوص وسِبتهم شوية. وبعد كده نزلت بقى بمادة دهنية ونزّلت عليها الفراخ واحدة، واحدة كده وتكون الطاسة سخنة جدًا علشان خاطر ما تطلّعش مَيّتها، ونبدأ نقلّب الكلام ده كلّه مع بعضه لحد لمّا نحس إن هو خلاص استوى. ضيفي له بقى عايزة تضيفي فلفل ألوان سوري في المرحلة دي ضيفي زي ما أنتِ عايزة. أنا هنا قطّعت فلفل أحمر وفلفل أخضر وضفتهم عليها وخلاص أهي داخلة في السِوَى. هنبدأ بقى نرُص طبقة من العيش المحمّر أو العيش المحمّص، وكمان طبقة من الرز اللي إحنا عملناه، وبألف هنا وشفا. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير وأشوفكم على خير.